واحد يسألني يقول عن الجهاد في فلسطين، يقول هو جهاد شرعي؟ من رفع راية الجهاد الآن في فلسطين؟ نريد واحد يرفع راية التوحيد وينضم تحت المسلمون جميعا. الآن هم يدافعوا عن أنفسهم. سئلنا قالوا يهجموا علينا في بيوتنا وكذا، قالوا إذا هجموا على قراكم وعلى بيوتكم قاتلوهم بكل ما تستطيعون، بالحجارة وبالعصي وبأسنانكم وأظافركم، وإذا يعني ما داهموكم فلا تتحرشوا بهم لأنكم ضعفاء ما عندكم أسلحة. يعني تقتلوا واحد يهودي يقتل 1000 فلسطيني، وجدوا النتيجة لا تتحرشوا بهم. إذا اعتدوا دافعوا عن أنفسكم وعن أهاليكم، إذا ما اعتدوا ربوا أنفسكم على الإسلام حتى يأتي اليوم اللي عندكم قدرة على الجهاد والتغلب عليهم، وحينئذ أنتم وجميع المسلمين يقوموا معكم. لما تقول لهم جهاد المساكين ما عندهم ولا حاجة، ما عندهم أسلحة يا أخو، يرمي بحجر قامت طائرات، هذا في المساكين لا تتحرشوا بهم. الناس ما لهم حولكم إلا الكلام فقط، وأنتم ما عندكم أسلحة. في الجيش الإسلامي المحمدي الذي يحمل وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هل الحجارة ترهبهم؟ هو عنده طائرات ودبابات وصواريخ وذرة وأمريكا وراء كل شيء وأنت ما عندك الحجارة. هل يخافون هذه الأسلحة؟ يفرحون بهذه الحركات البهلوانية ويجدون فرصة لإذلالكم وإهانتكم وازديادا في اغتصاب أراضيكم وممتلكاتكم وسفك دمائكم. فهذا رأيي أنا في الموضوع. يعني إعداد العدة قبل كل شيء. السلاح الذي يفتقده المسلم الآن سلاح العقيدة، عقيدة التوحيد، هذا أعظم سلاح الذي يؤهل الله من يحمله للنصر. سلاح الإيمان والعقيدة هذا الأساس، وبعدين الثانوي الأساس السلاح المادي. حضر وأعد منهم ما ترهب به العدو واجب عليه حينئذ. ادعوهم إلى الإسلام إذا شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا تجاهد بس في فلسطين، جاهد في فلسطين وجاهد في أوروبا وفي أمريكا وفي الدنيا كلها إذا وجد الجيش الإسلامي الصحيح الذي قام على التوحيد والسنة، والذي إذا قاتل يمكن أن ينزل إلى جانبه الملائكة والنصر مضمون له. أما يا أخي الشعب فيه العلماني، فيه الشيوعي، فيه الجاهل الغبي، فيه الخرافي القبوري، فيه بارك الله فيك، كل مسببات النصر مفقودة. دعونا نكون مع الواقع الإسلامي مو الواقع الجاهلي. فهذا الشعب شعب باسل وجاهد وصبر، لكن يا إخوة يفتقد إلا من سلم الله منه أعظم سلاح وهو العقيدة والتوحيد. وثاني مرة السلاح يعني المادي ما عندهم شيء. فالذي يقول لهم جاهدوا عن الجهاد يغرر بهم ثم والله ينسحب قبلهم ولا يفعل شيء، ما عنده إلا الكلام. من هنا كلام كلام كلام، والله ما يقدر يمشي خطوة إلى فلسطين. هؤلاء اللي يقولون جهاد هذه تفضلوا يروحوا يجاهدون، يأخذون الأسلحة ويروحوا يجاهدون. نحن نقول لا تتحرشوا، أنتم ضعفاء لا تتحرشوا بهم. إذا هاجموكم وداوموا بيوتكم دافعوا عن أنفسكم وعن أعراضكم. نعم.